صحة الكلى تعتمد على طريقة حياتك. كثير من الأشخاص يستخدمون مسكنات في يومهم العادي للحصول على حياة أفضل وتقليل الألم عند أداء العمل بصورة صحيحة. طبعا هذه المسكنات كثيرة، أنواعها كثيرة، منها مسكنات تعمل على الجهاز المركزي وتكون أمينة بدون مضاعفات على الكليتين. منها مسكنات أخرى تعمل بصورة مباشرة على الكليتين وتقليل مادة البروستاغلاندين مما تسبب سلبا على عمل وظيفي للكلى. فإحنا ننصح بالابتعاد عن هذه المسكنات اللي هي احنا نسميها النانسترويدال مثل الفولتارين أو البروفين أو الموبيك وتسميات أخرى تخص هذه العائلة، خصوصا من هذه المواد المسكنة وتأثيراتها السلبية على عمل الكلى. ممكن تصيب الكلى بعدة أمراض، منها تصلب الشرايين، منها التناثر الكلوي، ومنها عجز كلى حاد، وهذا يسبب خطر كبير ومضاعفات سلبية على صحة الكلى بصورة دائمية. ولهذا ننصح مرضانا بالابتعاد عن المسكنات بصورة خاصة إلا عن طريق وصفة طبية ينصح بها الطبيب. وشكرا جزيلا، وإن شاء الله الصحة والسلامة. میهرەبانی، دڵسۆزی و لێزانی.